السلام عليكم ورحمة الله. تحية للأمين العام طبعا والضيوف الكرام، وشكرا للأستاذ محمد الخيواني لدعوته الكريمة. وأتمنى الموضوع متشعب والمسألة كبريته. حاولت ألمها في هذه السطور. واحد دخل يحلق، دخل فندق مكينة وقام يحلق من دون ما يفسق أمسى معاه الإنس، يمشي على نيته وسره على نيته. روح إلى بيته ويحمل معاها الإدز، الزوجة لاقنه بالشوق ضمنه، يزر زرنه وانتقل إليها الإدز. ومن طفل ما جرمه، الفيروس في دمه، أتاه من أمه أصبح فيها الإز، وما يجي المرض في الحين، تمضي شهور وسنين وما يعلم المسكين أنه مصاب بالإز. ذا أخطر الأمراض يلبس رداء فضفاض وما تظهر الأعراض على مريض الإز. ندرس ونتعلم والبعض ما يفهم أنه بنقل الدم ينقل إليه الإز. حلاقة وصالونات، أطباء ومختبرات، لازم لهم دورات للتوعية بالإيدز. بالعلم نتواصل ونعلم بما نجهل وكيف نتعامل مع مريض الإيدز. مش هو بقول وقيل بالطب والتحليل اللمس والتقبيل ما ينتقلش الإيدز. ناكل معاه نشرب ونخرج سوا نلعب في البيت والمكتب، نرافق مريض الإيدز. هيا سوا يا اخوان في السر والإعلان، لنضاعف الأحزان على مريض الإيدز. حافظ على دربه صافي نقي قلبه، بس ابتلاه ربه ومساه مريض بالإيدز. حافظ على دربه وصافي نقي قلبه، بس ابتلاه ربه وأمسى مريض الإيدز. واجب على الأمة بالوعي والحكمة والعطف والرحمة نعامل مريض الإيدز. ثقافة للأقران ولصحة الأبدان، في معظم البلدان أخطار هذا الإيدز. المؤسسة تهتم واليونيسيف تدعم، وربنا يرحم ويكفينا شر الإيدز. هذه برقيات صغيرة خرجي أنا قصيدة. اقرب حلالك بس يبقى العفاف محبس، من قبل ما تقبص ويمسي معاك الإيدز. اقرب حلالك بس يبقى العفاف محبس، من قبل ما تقبص ويمسي معاك الإيدز. ليش زوجتك تهلك وفي بطنها طفلك؟ حكم أخي عقلك ومالك ومال الإيدز. احذر وكن راقي واستخدم الواقي، لا تأدم الباقي ما دام معاك الإيدز. واللي أده عزبه ومعزبه، مهما يطول عشقك اصبر يجي رزقك. مهما يطول عشقك اصبر يجي رزقك، وحافظ على حقك من قبل ما يجي الإيدز. شكرا لكم.